نيجي بقى لحاجة مهمة خالص، شغالين مع بعض في اللغة الإنجليزية. كل ده مش هناخدوه مع بعض. ده الضمائر. النهاردة هنشتغل في ضمير واحد، اللي هو ضمير الفاعل. هنبدأ ناخد واحد واحد عشان ما نتلخبطش فيهم. خلينا بس نركز في ضمائر الفاعل. هاخد دلوقتي ضمائر الفاعل مع صفات الملكية، اسمها subject pronouns. نبدأ ناخدهم هما الاتنين سهلين، بس هتكلم برضو الأول عن ضمائر الفاعل. يبقى احنا شغالين مع ضمائر الفاعل subject pronouns. هنخلص ده هناخد صفات الملكية، صفات، مش هناخد ضمائر، ده وده. أول حاجة أنا عندي 7 subject pronouns. 7 يعني 7 ضمائر فاعل. قالك حتى أول واحد ضمائر فاعل هي الضمائر التي تحل محل الفاعل. تمام. في الجملة العربية تبدأ الجملة بفعل ثم فاعل. هنا في الإنجليزي الفعل أول ثم الفعل. بضمائر فاعل هي الضمائر التي تحل محل الفاعل أو من فعل، من فعل فعله. وهذا النوع من الضمائر يستخدم للتعبير عن الملكية، شبه I أنا، we نحن، والمخاطب أو الغائب مش موجود هو، ويستعمل كفاعل في بداية الجملة. كلام جميل. subject pronouns مفيش غيرهم في الحياة كلهم، في الدنيا كلها في الإنجليزي مفيش غير ايه السبعة دول فقط لا غير، 7 ضمائر للفاعل. تعال نعرف مين هما. أول واحد I أنا، he هو، she هي it وهو، معناها هو أو هي الغير العاقل، هو وهي لغير العاقل. they بمد في كلمة they، معناها هم، سواء بص للعاقل وغير العاقل الاتنين. عشان احنا زمان واحنا كنا صغيرين كنا فاكرين ان مفيش غير it دي بس لغير عاقل. طب والجمع هنقول عليه ايه؟ they. يبقى انا عندي they و we و you ينفعوا مع العاقل وغير العاقل، اهو للعاقل وغير العاقل. خلاص they معناها هم، سواء animals او جماد او اي حاجة او انسان. لازم اطلع لساني في الذات. they معناها هم، اسمها they. كلمة we نحن برضو بتيجي مع الاتنين، العاقل وغير العاقل. بالنسبة لليو ليها كذا معنى. I لغير عاقل، عندي they للعاقل وغير عاقل، معناها هم، يعني مفيش غير زي بس اللي عوض عنها. تمام. ب... ب... بهم لا، ممكن نقول مثلا احمد وعلي، معناها هم برضو. طبعا اسماء بتبدأ بحرف كابيتال، احمد اند علي عوض عنهم بزي. لو لقيتهم في اي جملة بعوض عنهم بكلمة زي. طب هل احمد وعلي بس؟ لا، ممكن اقول a cat and a dog. احمد وعلي بعوض عنهم بزي، a cat and a dog. cat، dog، dog، dog انا كلب. cat
ما تنساش تبدأ بآ. a cat and a dog، دول بعوض عنهم بزي. he and his dog، هو والكلب بتاعه. كلمة his يعني ده كله حلو كده، يعني اي اتنين بلاقيهم فيه هي او شي او اي حد معاهم او اسمين سواء عاقل او غير عاقل هتساوي زي. تعال بقى نروح للضمير وي. نحن. انا لو شفت ايه وايه احط وي مكانها. لو شفت كلمة I and my brother انا واخويا. لو احنا نتكلم باللغة العربية كده انا واخويا فنقول ايه احنا، طالما في ضمير انا في النص بنحط معاه حد تاني زي my brother، فبشيله على طول وبحط وي. عندي برضو كلمة I ممكن تيجي مع الحيوانات برضو. I and my cat انا والقطة بتاعتي برضو وي. في عندي يو دي حكايتها حكاية. تعال نشوف مع بعض. تعال نشوف ليها كم معنى. يو عدوا معايا كده. اول واحد انت، اتنين انتي للمؤنث، تلاتة انتم. خلاص مفيش مثنى في الانجليش، يعني مش هكتب انتما وانتن الكلام ده ولا ده كله، انا مش دعوه بيه. هو كده كده المؤنث والمذكر واحد في الانجليش. هو كده كده المؤنث والمذكر واحد في الانجليزي. لو بكلم واحد او واحده اقول لها يو. تمام. طب لو بتكلم بقى كله سواء اتنين او اكتر من اتنين بقول لهم انتم، ويبقى جمع. امتى يجيب لي ايه مكانها غير دول؟